دلوقتي هنبتدي نشرح الجزء الخاص بتاع الكالندر الموجود على السيستم. لو جيت من هنا الكالندر عندي ثلاث حاجات: الابوينتمنتس ممكن انا اسجل مواعيد، والنكست ابوينتمنتس يقول لي مثلا النهارده انا عندي كذا بشكل ملخص او الخمس ايام اللي جايين عندي ايه، والريبورت بقى الخاص بكل ابوينتمنت او ميعاد. تمام. الجزئيه دي مخصصه اكتر للكلينكس والشغل بتاعهم، حاجه تنظيميه اكتر. تمام، دي اللي بيشتغلوا عليها بشكل اكتر يعني. فمثلا لما بدخل على appointments فبيطلع لي معايا الصفحة دي. تمام، فأنا عايز أسجل ميعاد جديد مثلا لعميل معايا، فبسجل عليه، باجي أسيرش مثلا اسمه إيه. فأنا هفترض اسمه أندرو. حلو، دوست عليه فبيقول لي السبسكريبشن بتاعه هو خلصان. يعني عايز تعمل له ميعاد تمام، مش عايز تعمل له خلاص ممكن نسيرش عن حد تاني. في مثلا حد تاني أهو سبسكريبشن شغال. تمام، حلو جدا. طيب ممكن أسجل بقى ميعاد. يختار الفرع على حسب بقى، في حالة قلنا كلينيك فأقول مثلا أول المين برانش بتاعنا، لو في دكتور معين أنا حاطه أوزعه عليه، تاريخ إيه، مدة قد إيه هيقعد كمان، والوقت الساعة كام، وكمان نوعيته هو فول أب ولا أول مرة يجي، ولو هكتب أي نوتة كمان، وبعدين بعمل سيف فتنزل عندي وتروح للدكتور اللي احنا وزعناه عليه طبعا. تمام، فده الجزء بتاع الابوينتمنت. والنكست ابوينتمنت صفحة بيقول لك طلع لي مثلا في بكرة أنا عندي قد إيه، بعمل فلتر وأجي أدور مثلا في الفترة كذا. حلو، الدكتور كذا عنده قد إيه وهكذا. تمام، فأنا بعرف كل المواعيد اللي جاية لشخص معين، أنا بتحكم في كل ده. والريبورت طبعا بعد ما بكتب ريبورت عن كل واحد بيبقى ظاهر، فبدخل في الصفحة دي بلاقي الريبورت الخاص بكل ابوينتمنت. ده الجزء الخاص بالكالندر الموجود على السيستم.